تعالوا بقى نعمل بيتزا كده. بصوا الاطراف محشيه جبنه بقى وفظيعه، وعملنا كمان بيتزا دايت وبعجينه واحده، وهوريكم دلوقتي ازاي ننجز ده وناكل بقى من غير تأنيب ضمير. لو اول مره تشوفوني انا دعاء عمر، ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. تعالوا بقى اقول لكم اسرار كده عجينه قطنيه يعني هتعجبكم جدا، تنفعكم في كل المخبوزات. يلا بينا. جبت علبتين من الزبادي، حطيت عليهم رشه ملح ونص كوبايه من زيت الزيتون او زيت العادي ومعلقه خل، وقلبتهم كويس قوي. هنحط كده المكونات السائله مع بعضها زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنزل عليهم بكوبايه ميه دافيه كنت حاطه فيها معلقه من العسل او السكر اللي انتوا تحبوه، وحطيت عليها الخميره اختبرتها وحطيتها عليهم، وكده المكونات السائله خلصت. جبت بقى بوله حطيت فيها دقيق شوفان، وبولة تانية حطيت فيها بقية السوائل. خدتهم يعني كده قسمتهم نصين، وحطيت الدقيق وابتديت احط كده دقيق بالتدريج، ونقلب بقى مع بعض لغاية ما ناخد عجينة زي ما انتم شايفين كده ملساء وناعمة وكده وليها مطة كده العجينة تمام. فبعد كده بقى رشيت عليها رشة زيت كده، وحطيت بقى دقيق في الطبق وسبتها لوحدها بقى ترتاح. جبت بقى الدقيق الشوفان، وخلي بالكوا دقيق الشوفان بيحتاج بيتشرب السوائل، فبالراحه كده هحط عليه معلقتين بس من الدقيق الابيض، بس لمجرد ان هم يديله مطه بسيطه قوي، يعني مجرد ان احنا عرق صغير، لان دقيق الشوفان مش بيعمل عرق للعجينه. وشويه من الزيت، وبعد كده بقى طعمته بتوم باودر وبصل باودر علشان يدي كده طعم للعجينه حلو. وابتديت ان انا اقلب بقى المكونات مع بعضها لغايه لما العجينه بتاعتنا زي ما انتم شايفين ما تبقاش ماسكه قوي، يعني تبقى كده يعني اللي هو السوائل فيها ما نشفتش خالص، عشان هي لما بتقعد تختمر برضو بتنشف. وهنا بقى عندي الحشوات طبعا حسب الرغبه، اي حاجه عندك في البيت. ابتديت بقى العجينه خلاص ارتاحت، فردتها اول صينيه معايا، حطيت عليها الصوص بتاع البيتزا، هبقى انزل لكم طريقته. وبعد كده انا كنت عامله اول واحده بالهوت دوج وعملتها بالفلفل، بس كده. وبعد كده طبعا وحطينا الزيتون، زينيها بقى زي ما انت عاوزه، دي طبعا رغبتك انت وحسب الموجود. جبت التانية برضو بطنت الصينية زي ما انتم شايفين، وابتديت برضو احط دي كل ده بالعجينة اللي هي العجينة البيتزا العادية. وهنا بقى رفعنا الجوانب، وابتدينا بقى هنا نعمل بقى الستافت كراست بقى والجمدان كله. جبت بقى الجبنه اللي هي المثلثات مع الجبنه الموتزاريلا، عملتهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين، ورفعت الجوانب وابتديت ان انا اتني عليها علشان خاطر بقى ايه يعني. هما كانوا متجننين قوي من اعلانات بيتزا دومينوز وان هي بتبوظ جبنه، فقررنا نخليها النهارده تبوظ جبنه عشان برضو ايه الاولاد تفرح. وبعد كده بقى خلاص عشان مبقاش ليهم حجه برضو ان هما بيذاكروا. وبعد كده بقى حطيت الصوص زي ما انتم شايفين، وزينتها برضو بالبيبروني برضو على حسب الموجود والزيتون. بس كده خلاص، دي كانت تاني واحدة على حسب رغبتهم وسبتهم يرتاحوا. دي بقى اللي كانت بعجينة الشوفان الحلوة قوي. هنا بقى لما اجي افرد بفرد بزيت، عشان زي ما قلت لكم الشوفان بيبقى يابس شوية، وفردته كويس جدا. وبعد كده بقى هنبتدي ان احنا نجيب شوكة ونخرمها من كل النواحي علشان خاطر تستوي كويس كده. وبعد كده دهنتها بقى. وهنا بقى روقي على نفسك، يعني بصي ما تستخسريش بقى في نفسك، احنا مش بناكل البواقي بس بتاعه الاطفال، لا احنا هناكل براحتنا. وبس كده خلاص. حطينا بقى، انا هنا عملت كنت عامله مشروم باللحمه المفرومه، وحطيت بقى خضار كتير، حطي خضار كتير ده حلو جدا بيساعد على الشبع لو انتي عاملاها حميه. وحطيت زيتون، وبعد كده كان متبقي كده كام واحده من الهوت دوج، الباقي اللي انا كنت عاملاه حطيتهم كده على الجانب على الاطراف بتاعتها. بس كده بتدخليهم بقى الفرن. هنا التريكي ان انتي بتدخليهم الفرن الاول يتشمعوا، وبعدين نحط الموتزاريلا في الوش الاخير، مش بنحط الموتزاريلا في الاخر، عشان تحسي بقى ان هي كده تكون يعني ما تكونش كده نشفت على السطح بتاع البيتزا. ننزل الاول البيتزا كده في الفرن من تحت، تشمع كويس قوي والعجينه تحس ان هي استوت، وبعد كده تبتدي تحطي بقى دي بتاخد وش اخير زي ما انتم شايفين تحفه. هنا بقى كانت لسه سخنه بس انا حبيت اوريها لكم. بصوا دي بقى المحشيه جبنه فظيعه عامله ازاي، حلوه جدا يعني بجد هتعجبكم قوي. ودي اللي كانت بالشوفان جميله جدا وناعمه وطريه جدا، بصوا عامله ازاي تحفه هتعجبك جدا يعني. جربوها هتعجبكم قوي، وبألف هنا وشفا على قلبكم، وباي باي.